دلوقتي العربيه وانا سايقها لو لقيت المؤشر رفع معايا على الاحمر ابطل عربيتي، بفتح الكبوت، اول حاجه ابص عليها المراوح، لو المروحه لا قدر الله فاصله بديها توصيله خارجيه لغايه المروح للكهربائي. تمام. تاني حاجه وانا مبطل وبعد ازود ميه، لو لقيت الميه رفعت العربيه كده لا قدر الله جابت مني زوم ما اقدرش امشي بيها خالص. امتى ازود ميه والعربيه سخنه ولا هي بس؟ لا الصبح ان شاء الله ابص على ميتي، ما اقدرش افتح العربيه وهي سخنه، لو فتحت غطا لا قدر الله ممكن اتعور ويبقى الضغط عالي وافتح الغطا وشي هيبوظ. تمام. لازم اسيب العربيه تبرد خالص وبعد كده بفتح الغطا وازود ميتي واجي ادور، لو لقيت الميه بتنطر لفوق يبقى العربيه لا قدر الله جابت زوال. زودت ميه والعربيه ما نفختش ميه يبقى انا كده عربيتي مظبوطه. دلوقتي في ناس بتتكلم عن موضوع الميه الخضراء وبيقول لك ان الموضوع ده اوامطه وميه الحنفيه لا احسن، في ناس بتقول ميه تكييف. لا ما هو في الميه الخضراء اللي نازله عليها نسبه زيت. بعد ما بنكسر الدوره الميه الخضراء عليها نسبه زيت، الزيت ده بيخش جوه المكنه بيعمل نظام ليونه. تمام. ما بيخليش الساده يمسك في المكنه، هو اول يطير بس الميه النظيفه اللي عليها نسبه زيت عاليه، غير كده ما بنحطش ميه. يعني ميه الحنفيه ولا ميه التكييف انهي احسن؟ لا ممكن نقول يعني 50% ميه تكييف. ميه الحنفيه فيها نسبه املاح، هي اللي بتعمل الصدى. هي اللي تعمل لي صدى في العربيه. طب ولو الصدى ده مسك في العربيه هل ممكن يطلع ولا كده خلاص؟ لا الصدى ده بنخش مثلا بعلبه نزيل زي اللي انت صورتها دي. تمام. علبه النزيل دي بتخش جوه بتغسل الدوره بالكامل، بتفور الصدى. يتقطع بعد كده ولا ممكن يرجع تاني؟ لا هو عامل مش هيرجع تاني طول ما انت ما حاطط ايدك في العربيه والنظافه والكلام ده، الصدى لا استحاله يخش جوه المكنه. دوره الغسيل بتاعت الريداتير كل قد ايه تقريبا عشان نحافظ على صيف وشتاء، صيف وشتاء. الناس كلها بتعملها في الصيف عشان الحراره. لا هو الحراره عشان انت وكمان في الشتاء عشان ما يشيعش منك قلم، ان العلبه طول ما بتبقى ساعه ممكن تشيع معاك. في اقاويل بتقول ان العربيات كلها فيها ترموستات، الترموستات دي ناس بتقول صناعيه بتقول انها ليها لازمه وناس بتقول ان ملهاش لازمه. اول حاجه الترموستات ده بيحطوه بره عشان جو الحراره هناك ساقع، لازم يوم الصبح اسخن عربيتي عشان تصحى معايا في المشي. انما احنا عندنا هنا ممكن نشيل ترموستات وممكن ما نشيلش. الترموستات هو اللي بايظ حسب الزبون، يقول لك ركب لي او ما تركبليش. انت كصنايعي اشيل الترموستات هيريح معايا، هيريح معايا في نفس الوقت مش هيعمل لي صدى جوه المكنه. لو نزلت لقيت الريداتير بينقط عندي هنحاول ازاي؟ تمام. في حاجه اسمها علبه بيضه كده، همشي نفسي دلوقتي. علبه بيضه كده بتيجي صغيره فبنحط شويه صغيرين وندور ونحط ميتنا لغايه ما نوصل لاقرب صنايعي. ده زي نظام لحام. تحت امرك يا هندسه، تحت امرك.